لأنه كريستيانو رونالدو. سانتوس أبقى رونالدو على الدكة في كأس العالم، لكن كريستيانو رد عمليا، فهو من جلب بطولة أوروبا لبلاده وأمام أقوى المنتخبات. تين هاغ فعل الشيء نفسه مع مانشستر يونايتد، أبقى رونالدو على الدكة. فرد كريستيانو قائلا: هذا المدرب لن ينجح وسيفشل لأنه لا يعرف شيئا عن كرة القدم. ومرت الأيام لتثبت صحة كلامه بالتفصيل، عندما قال كريستيانو إن الكرة الذهبية مجرد جائزة وهمية، اتهموه بالغيرة من ميسي. لكن لاعبين آخرين خرجوا لاحقا ليؤكدوا نفس الرأي، وجاءت فرانس فوتبول لتمنح الجائزة لرودري في 2024 وكأنها تعترف بحديث رونالدو. وعندما صرح أن الدوري السعودي أقوى من الأمريكي، هاجموه مجددا واتهموه بالغيرة من ميسي. حتى جاءت الحقيقة واضحة: إنتر ميامي أقوى فرق أمريكا خسر بسداسية أمام النصر. ورأينا الهلال يتعادل مع ريال مدريد ويقصي مانشستر سيتي من البطولة. إنه كريستيانو رونالدو يقول الكلمة فيسقط خصومه، ثم تثبت الأيام أن كريستيانو كان دائما على حق. مرعب الحراس، اسألوا أعظم الحراس بوفون والناير يقولوا لك على رونالدو هو أكبر خناس، رهيب ولا رهيب، عجيب ولا عجيب، كل ما في سعر الكورة عندك يا رونالدو. ايش ما زلت تحب؟ شنو هذا يا كريستيانو؟ ما هذا يا رونالدو؟ شيء كبير يا عمري.